السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تغيرات الجو. تغيرات الجو طبعا دي اللي هي الفصول ما بين الصيف والخريف والربيع والكلام من ده. فالمرحلة ديت خلاص احنا تقريبا دلوقتي في شهر 9، وبننتقل بقى من مرحلة اللي هو الصيف، تمام، رايحين على مرحلة الخريف وبعد كده على الشتاء. تمام. طيب، ايه المشكلة دلوقتي؟ طب يا ابو هاجر، لازم تهتم برفع مناعة الطيور. يعني كفاءة جهاز المناعة مهمة جدا الأيام دي، لازم تدي روافع مناعة باستمرار، عشان تغيرات الجو بتسبب أمراض للحمام زي الأمراض الفيروسية. تمام. الناس هتقولي طب أنا عندي الجدري ومش عارف أخرج منه يا أبو هاجر. خلاص، هو الجدري كبيره معاك الشهر ده ومش هتلاقيه تاني على فكرة. يعني هو كبيره معاك الشهر ده وان شاء الله مش هتلاقيه تاني. تمام كده. طيب بالنسبه للروشه، الناس اللي ابتدى يجي لها روشه، خلاص معلش قدر الله وما شاء فعل، ادي بقى مضاد فيروسات وادي روافع مناعه باستمرار، ما تزهقش. تمام. والتحصين مهم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع التحصين. تمام كده. طيب نصيحه تانية، لو انت مقبل على شراء حمام اليومين دول، حاول تأجل الموضوع شويه. تمام كده. حاول تأجل الموضوع شويه. يعني ما تجيبش حمام غير في اضيق الحدود قوي اليومين دول. فاهمني ازاي؟ ونصيحة تالتة، لو اشتريت حمام من اي حد لازم يتعزل.